مفيش هزار، كلام مهم. موضة الكيو ار كود عشان المنيو او عشان نحجز في مكان عام بلاش، عشان لو في تلاعب دي اسهل طريقة لاختراق التليفون. الورق ما اثرش معانا في حاجة، وابدا ما ندخلش على حساباتنا البنكية او على الايميل من شبكات واي فاي مجانية، لان هي مش مؤمنة، ورأيي ولا حتى ندخل على السوشيال ميديا. دايما نتأكد ان هي الصفحات الرسمية. ازاي؟ 1. العنوان يكون بيبدأ ب HTTPS، حرف الاس يعني secured يعني مؤمن. 2. العنوان يكون مألوف وطبيعي، مصر.gov.eg، visa.com، مش عناوين شبيهة، مش مصر.gov.net ولا فيزا سبورت 123. 3. الفلوس صغنون بيكون جنب العنوان، لو دوسنا عليه هتطلع لنا شهادة الأمان. واكيد خلاص كبرنا وعرفنا البنك عمره ما هيطلب مننا معلومه ولا برساله ولا في مكالمه تليفون. وحركات بقى اضغط الرابط كسبت مليون جنيه اكيد مش حقيقي. المليون دول ويطلعوا لنا ان شاء الله في الحلم بالدولار. انا شيرين الوكيل ومعاكم تاتا داتا، تكنولوجيا للمبتدئين.